اليوم أجي أشكي لكم القصة حقي. أقول لكم مرة قلت لي أبي يفتح لي بقالة. ما كان الفكرة والله إني اتجنن، بس ما أنتم جارين مضيعة من نذرة. أبي ما رضيش وقال لك لعندهم ضيق إنا لا يما قولي لأبي يفتح لي بقالة. كان منا أدخل فلوس ومنا أطلب الله أشقي علينا وعلى الأسرة ندي حقا غاز ندي هذا مكسب. قال أمي والله إنه صدق ما دام ما أبوك عاطل يلا نفتح لك بقالها. ولا هذا أبي قال لي أبي بس بشرط ممنوع الدين، ممنوع الدين، ممنوع تأكل، ممنوع السلف، ممنوع التخزين الزيادة من 5000. لا صدقوا والله ما قال ممنوع الزيادة من 500. الزيادة من 500 ممنوع شرب الدخان. قال كولو يا أبا ما أنا الشارب أنا يا بق أنت داري بي. قال لي يا ابني أنا داري بق أنت يا ابني ما أنتش حق هذه الحاجات. وأنت داري وأنا داري بق يا ابني إن أنت ما أنت السؤلوك. خلاص أنا شفتح لك بقالة وحسبي وأمري إلى الله. فتح لي بقالة ب3 مليون. 3 مليون فتح لي بقالة مع الصرفة الزجاج مع التخشيبة مع البضاعات طلع 3 مليون. 3 اشتغل شهر وانا اروح بيس مثل الروز. حبوا المشكلة يا صحابي من لما حبوا كلكم واحدة كانت تجي تدي 500 واخرط لي ب5000 تدي 500 واخرط لي ب5 كان كل يوم قاعد 500. يا ولد قلت والله زي الزا وانا ادفاخ معين لو يجي ويتضحك وانا دفخ ولا ب5000 كل يوم أذكر. أو يوم تزداد يوم تنقص منها 5 بشيل لقايا 5 يوم تنقص 500 يوم 100 يوم. أجلس اللي معين له وهي تضحك وأنا ما أعمل له ما أنوق مثل حمى 5000 على هذه. يوم بعد يوم آخر يوم جاءت لي واحدة أحسن مني. حرام إن أنا أكون قد ديلان ما أنا جاري بالمن تنهان ولا ما سألان أنت عم الرقم قول له كولي يشتري بس. خبالة أمانة بيننا خبالة. أكون أتروح لأبي روح له بياس قال لي ادك بضاعة قل له أيوة أنا ما عندك ريال إنه أبي قوي يحسب بالبيت. شو أقول لا كيف يحسب أنتم ما فهمكمش معناته أنا أروح له المكسب أم أروح له المكسب ويدي لي شقايه. ما هو داري إن أنا رديم كل يوم ب5000 كل يوم. تخيلوا كل يوم وكس 5000 لهن. قرحنا نصب جاي يعين أبي والبقالة فاضية بعد قاهي 3 شهور. حبوك فين تكون كان كرسع جاي لا آخره. قال كله جاء واحد منهم وانا ندير الرقم. يا اشتري الرقم اشتري الرقم حقي. جمعوا لي أمانة دولك. هذا كان لي خرج من الباص وهذا كان لي عملوا لي ضربة. قلنا لهم كل يوم تجي تبوز مني بتدي 500 وتبوز مني ب5000. قالوا كذاب ويا والله ما مدري إن أنا مركب كاميرا. لا أبو كلام بكاميرا من حق 3 أشهر أمانة قابس طيب قارقب ضواكر رهنك ضواكر علشان ندرنا الصحبة بياعة. حرام أنا رجعوا غرم فيه عدة شعرات. الثاني قاعد خلال الرقم ما هديته ما هديته بدل ممكن كدي له ب5000 كثيرا طلبت إدالي وصلتها للبيت. آخر ولا أبي خرجني من البقالة ودي شغال. حرام لا اتصلت لي لا ذيك ولا ذيك حصك. هذيك أقولوا قاس شادم كانوا يودفع الرياس أما هذيك كانت تتصل لي دجاجة ولا اتصل. ما الناس ما لهم أصحابي. هذا كالديجين يقول لي الدالين يلا داري باقي الدخانة هذه 150 والباقي بعدها. والصاحب هذاك اللي صاحبك الله والله ما أبو معي حق السفري أدي لي لعبة سفري وأنا والله لدي له قدوة. يجي مثلا سلو يا راهين إنه أنت ما تعرف تصبر
كون اصبر. صحبة كاملنا واحنا اصحاب، كون اصبر. وهذاك يجي الله يا صاحبي ما معي حق القائد، والله يا صاحبي اننا حالتي تحت الصفر. وهذاك يجي وانا معاكم اغلاف ادي لك ودي لك ودي لك. الله ما اننا قدم ابي اليوم اشتغل سكري. هاي نصيحتي لكم، هاي قصة. أنا كل يوم أدي لكم قصص وأنتم لا تذكرون ولا اعملوا لنا مشاركة علشان نزيد المزيد يا رب، والفيديو هذا يوصل لكم. إننا والله إننا أحبكم من أعماق قلبي. أنتم المشاهدين، أنتم الذين تشاهدون وتفعلون كل شيء، أما نحن ايش نفعل؟ ما نفعل الا ان علينا ان ندعي وان ننكت لكم، وانتم الذي تعطون كل شيء. انا افدي قلوبكم والله يرزقكم والله يستركم. وتحياتي تابعونا. انا ماشي اقول لكم مش كل ما تدي لكم قصص، انا كل يوم قصص اننا والله اننا مشتي ادي لكم قصتين. تابعونا في الحلقة الثانية وندي لكم قصة لما دخلوا العب بمباراة. أما أنا أننا نضحكم، تابعونا بس.